انت متخيل يعني ايه حد يخترق تليفونك وياخد كل الداتا اللي عليه وكل الصور وكل البيانات وكل المعلومات؟ مش بس كده، انتوا عارفين لو على قد الصور والمعلومات والبيانات كان الموضوع ممكن يبقى بسيط، انما المشكله ان هو يوصل لحاجات ابعد من كده بكتير. هيعرف كل تفاصيل حياتك وكل مكالماتك وكل حاجه تخصك. فيديو النهارده يا جماعه عن الهاكر. الهاكر هم اخطر حاجه ممكن تواجهك في العصر الحديث. زمان كان ممكن حد يدخل شقتك ويسرق ورق مهم من شقتك، فدي كانت بلوه بالنسبه لناس كتير، انما النهارده البلوه دي لكل الناس، للغني والفقير، للي عنده حاجات مهمه واللي ما عندوش، اللي عنده حاجات شخصيه على التليفون واللي ما عندوش. لان هو مش بس ممكن يدخل لك انت، ده ممكن يطلع من تليفونك لتليفون حد تاني مهم انت بتواصل معاه. ده ممكن انت تبعت صورة عادية خالص، كل سنة وانت طيب يا محمد بمناسبة عيد ميلادك، تنقل الهاكر اللي مخترق تليفونك لتليفون محمد، يروح بدل ما تبعت له هدية تبعت له واحد يهكر تليفونه. اتفرج على الفيديو ده لاخره عشان تعرف 4 حاجات. اول حاجة، ايه هو الهاكر اصلا؟ تاني حاجة، الهاكر ده بيخترق تليفوني ازاي؟ تالت حاجة، احمي ازاي تليفوني منه، من الهاكر. الحاجة الرابعة، ازاي احمي الاخرين ان انا ما انقلهمش هاكر لحد عندهم، لان هو زي ما انا فهمتك ان هو ممكن يدخل من عندك انت يروح لحد تاني. يعني ممكن الهاكر ما يخترقش تليفونك ولكن يتنقل من تليفونك لتليفون حد تاني. انت متخيل؟ شوف الفيديو يا باشا لحد اخره وانا هرد على كل اسئلتك ان شاء الله. يلا بينا. بصوا يا شباب، الهاكر ده هو ايه؟ الهاكر يا جماعه هو حد بيخترق التليفون بتاعك او اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك او اي شيء عندك متصل بالانترنت. حلو؟ بيدخل عليه، بيكون اكنه هو اللي ماسك التليفون بتاعك في ايده. يعني هو بيكون قاعد في بيته في الصين بقى، في مصر، في الهند، في ايا كان، وشايف تليفونك اللي هو معاك في بلد تانية خالص، وقاعد شايف كل حاجة في التليفون. بيبقى التليفون موجود في ايده اكنه هو تليفونك انت. حلو؟ فديت كارثة عظيمة بالنسبة لينا كلنا. مفيش حد فينا الموضوع ده بالنسبة له مش كارثة. حتى لو انت مش حاطط على التليفون مثلا صور شخصية، الناس بتعتقد ان الهاكر ده خوفه ان هو، الخوف منه يعني ان هو يكون بس على الصور الشخصية، هياخد صوري ويعمل لي بيها، يبتزني بيها ويعمل لي بيها فضيحة. لا، المشكلة في بلاوي تانية اكبر بكتير من موضوع الصور. الداتا نفسها، شغلك كله، ان هو هيخترق شغلك. ان كان شغلك حتى لو انت شغال في مجال بسيط تماما، بس هياخد تفاصيل شغلك، هياخد افكارك كلها، هيسمع مكالماتك بتكلم مين، هيعرف محادثاتك على الواتس بتتكلم فيها في ايه وبتقول ايه، هيعرف كل حاجة. لو دخل تليفونك بيبقى ماسك اكنه هو ماسك التليفون بتاعك. ده يا جماعة ببساطة الهاكر هو شخص بيخترق تليفونك. احنا كنا بنسمع عن كلمة تليفونه اتهكر، اكونت الفيس بتاعه اتهكر، حسابه اتهكر، ده اتعمل له هاك. المصطلحات دي كلها مصطلحات جديدة، بس في كتير مننا ما يعرفهاش، ما يعرفش دي معناها ايه. الحاجة التانية، ازاي الهاكر ده بيخترق تليفوني؟ الهاكر ده عشان يدخل تليفونك او يدخل اللابتوب بتاعك او يدخل الجهاز المتوصل بالانترنت بتاعك، سواء بقى ايباد، تابلت، بتاع احنا ده بقى اجهزة كتير. عشان يدخل الجهاز بتاعك ده لازم انت بتديله المدخل. بمعنى ايه؟ ان انت بتجيلك رسالة بسيطة خالص، سواء على الايميل، سواء في رسالة واتساب، سواء على تليجرام، اي مدخل من مداخل المستقبلات بتاعت الرسائل اللي بتجيلنا. رسالة عادية خالص، لينك، ممكن يكون جاي لك في شكل صورة، ممكن يكون جاي لك في شكل رسالة كل سنة وانت طيب، ممكن يكون جاي لك في شكل مش عارف كندا فتحت الهجرة ببلاش، بتدور على الناس في الشارع، ده مش حقيقي. ممكن يكون جاي لك في شكل وظائف في دول الخليج بمرتب 20,000 مليون دولار في الشهر. ممكن يكون الحاجات، اللينكات دي بتبقى كلها جاذبة بالمنظر ده. او مثلا مع الايميل بتكون الموضوع بيبقى ايه، على الايميل بيبقى بشكل فني شويه. تبص لي مثلا بعت لك رساله يقول لك انا من، يقول لك مثلا من كونغو، وانا ورثت $1,000,000 وعايز احولهم لك عشان انا مش عارف ايه، وتتواصل مع المستشار بتاعي عشان انا هاجي مصر اتجوز واعيش هنا وهبل كده. فانت على طول بتروح دايس على اللينك عشان تتواصل مع المستشار بتاعك. انت خلاص، انت اتفضحت يا محمد. فهنا يا جماعه في نقطه نتفق عليها، ان هو بيجي لك عن طريق لينك. انت بيجي لك رساله من شخص مجهول، الشخص ده يبعت لك لينك، الرساله رساله انت تدوس عليها، انت كده خلاص
باي باي. طيب يبقى انا النهارده عارف ان الهاكر بيجي لي عن طريق لينك. لو مش لينك ايه الطرق التانية؟ لو مش لينك يبقى هو هيجي لك عن طريق حاجة تانية خالص بسيطة. ايه هي؟ رسالة بنسميها احنا رسالة ملغومة. يعني فيديو مثلا، فانت تدوس على الفيديو تلاقي نفسك اتحولت. الناس اللي هي زي حالاتنا اللي هم ليهم في الكمبيوتر شوية على قدنا، يعني بيدخلوا مثلا على موقع بتاع ارب سيد عشان يتفرج على فيلم مثلا، او مش عارف ايجي بيست او اي حاجة من الحاجات دي. فمجرد ما نخش نلاقي الفيلم قدامنا اهو، ندوس على الفيلم تلاقي نفسك اتحولت في 30 موقع. تلاقي نفسك انت قاعد ماسك تليفونك وظهر اعلان، لو ايدك لمست التليفون بس عشان تلغي او تكنسل الاعلان ده وداك في 50,000 حته. ده اسمه رساله تحويل، رساله ملغومه. ولكن الهاكر هيروح لك، هيدخل لك لما انت تروح موقع. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا تبص تلاقي موقع كاتب كده في الاخبار وفاه الفنان عمرو دياب في حادث، فانت تجري ايه ده انا اروح اشوف، وتبص تلاقي مفيش حاجه، تلاقي نفسك اتحولت من موقع لموقع لموقع لموقع، في الاخر انت وصلت في مكان مش عارف انت ايه اللي جابك هنا اساسا. طيب احنا كده عرفنا طريقتين اتنين. الطريقه الاولانيه اللي هي ان هو يجي لك عن طريق لينك، الطريقه الثانيه ان هو يجي لك عن طريق رساله ملغومه او رساله محوله. طيب الطريقه الثالثه، الطريقه الثالثه يا جماعه هي اخطر طريقه من وجهه نظري. ليه بقى؟ الطريقه الثالثه ان هو يجي لك من غير ما انت تعرف ان انت اتهكرت اصلا. هيجي لك برضو رساله من رقم غريب، وممكن تلاقي رساله عاديه خالص، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحاطط لك علامه لايك، او حاطط لك مثلا عامل لك ريبلاي على كلمه انت قلتها او صوره انت قلتها او اي ريبلاي على اي حاجه، فانت تدوس على الريبلاي عشان تطلع تشوف الحاجه اللي انت اتكلمت فيها فوق دي. الريبلاي دوت مدخل للهاكر. حلو. الثلاث طرق دول من اخطر الطرق، او دول الطرق الشائعه للهاكر، او دول يعني اللي هم ايه 99% من الهاكر بيستعملوهم لحد النهارده. ولحد ما انا بحثت، انا بقالي فتره ببحث في موضوع الهاكر والحمد لله انا توصلت للحاجات الصح اللي فيه. فالثلاث طرق دول هم الثلاث طرق الشائعه للهاكر. فيا جماعه الحاجه الاولانيه هو احمي نفسي ازاي؟ ان لما يجي لك لينك من اي شخص ايا كان مين هو، ايا كان مين هو الشخص اللي بعت لك اللينك ده، ما تدوس على اللينك. ما تدوس على اللينك ابدا ابدا ابدا، الا اذا لقيت ان اللينك ده من موقع مشهور ومعروف، يوتيوب، تيك توك، انستجرام، فيسبوك، اي حاجه زي كده. انما يا ابن الحلال هتدخل على لينك ما انتش عارف مصدره ولا عارف يوديك فين، صدقني هتتهكر. ثانيا يا سيدي ان هو يجي لك عن طريق الايميل، او يجي لك في رسائل كبيره كده وعظيمه وفخمه وحاجات وفيها لينك عشان انت تجري تروح عليها. والله يا جماعه في كلمه اغلبكم كتبها في الفيديو بتاع النصب وانا مقتنع بيها قوي من وانا صغير، يعني ان الحدايه والله ما بتحد في كتاكيت. والله ما فيش حد هيختارك فجاه كده عشان يقول لك تعالى خد 5 مليون دولار عشان انت عينيك سمرة مثلا. ما كلنا عينينا سمرة. ما كلنا ناس عاديه. ما فيش حد هيجي يقول لك كده، والله ما في. يقول لك مش عارف الملك مين بيوزع صدقات وانت اداك مليون دولار، برنامج حلم مش عارف ايه بيقول لك خد مليون دولار. يا جماعه مفيش الكلام ده، والله ما في الكلام ده، ولا هيحصل اصلا، ولا حتى هو في الحياه بيحصل. مفيش الكلام ده، مفيش حد بيوزع فلوس في الشارع. فما تجروش ورا اللينكات دي. ما تدوسش على لينك، ابوس ايدك ما تدوس على فيديو، ما تدوس على لينك، ما تدوس على اي حاجه خالص، ولا لينك ولا فيديو. الحاجه الثالثه يا جماعه هو المحادثات مع ناس غريبه. بص يا جماعه انا عايز الخص لكم القصه ببساطه. الهاكر هيجي لك وانت ما تعرفوش، 90% منه هيجي لك في محادثه ما بينك وما بينه مباشره. هو يبعت لك لينك في ايميل، يا اما يبعت لك فيديو ملغوم، يا اما هو هيكلمك يخاطبك مباشره. فيا جماعه بعد اذنكم اي رساله او اي محادثه تجيلك من شخص انت ما تعرفوش ما تدخلش على المحادثه خالص. انا والله بعمل كده، انا كحسام اي شخص انا ما اعرفوش بعمل بلوك. جالك ايميل ما انتش عارف الايميل ده منين، اعمل بلوك. جالك محادثه على الواتساب ما انتش عارف مين اللي بيكلمك، اعمل بلوك. جالك رساله على الماسنجر، اعمل بلوك. على الفيسبوك، على اي مكان يا جماعه اعمل بلوك على طول. حتى لو كان عنوان المحادثه يشدك جدا، اللي هو انت هتاخد 5 مليون دولار دلوقتي حالا، ما تدخلش يا عم، اعمل بلوك. بسيطه اهي. الحاجه الاخيره بقى، احمي الاخرين ازاي من القصه دي؟ احمي الاخرين ازاي بقى يا جماعه؟ هي دي اهم نقطه، ان انت هيجي لك رساله فانت تحولها للناس. يعني في المواسم بيكتر قوي الهاكر. في العيد هتلاقي الهاكر شغالين جدا. ازاي؟ هو هيبعت لمامتك رساله،
او هيبعت لحد غريب خالص ما تعرفوش رساله بتاعت عيد سعيد، فهو هيبعتها لك ويبعتها وانت تبعتها للناس ويقول لك انشرها في الخير. يبعت لك فيديو ديني جدا فانت ويقول لك انشره في الخير عشان الناس تتعظ، فانت تنشره. انت تنشر اللينك بتاعه وانت عمال تنشر اللينك وهو ينشر، الناس تنشر اللينك، وفي الاخر دي كلها هاكر. والله كل تليفوناتكم اتركبت، بس احنا بنسميها كده، يقول لك تليفونه مركوب او تليفونه اتركب. يركب كل تليفوناتكم ويقعد بقى ينقي مين اللي عنده معلومات قيمه او عنده حاجات اهم انا استفاد بيها. اي لينك هيجي لك ما تدوس عليه، اي فيديو هيجي لك ملغوم ما تدوس عليه وما تروحش معاه، ما تشيرش حاجات ما انتش عارفها، وما تدخلش على اي ايميل على لينك في اي ايميل. ويا جماعه خلي بالكم من المواقع اللي انتوا بتدخلوا عليها. الحاجه الثانيه بقى، لو انا بقى فعلا بيجي لي رسائل او جالي رساله من واحد هاكر بيقول لي ان انا هكرت تليفونك وبعت لي اي صوره، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ التصرف الامثل في الوقت ده ان تليفونك او اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك او النوت بوك او ايا كان الجهاز اللي هو اخترقه لازم فورا تفصله عن الانترنت فورا، لان فصلك للجهاز ده عن الانترنت هيخليه ما يشوفش اي حاجه خالص على التليفون. الحاجه الثانيه هي اتصرف ازاي بقى مع الهاكر ده. بص يا عم، طالما هو بيبتزك يبقى انت كده خلاص وصلت. مفيش اي حل في الموضوع ده غير انك تحاول توصل معاه لاتفاق تضمن بيه ان الداتا بتاعتك توصل لك كامله. في صفحه انا كنت عملت لها فيديو قبل كده اسمها قاوم، شوفوا الفيديو بتاعهم. قاوم انا كنت عملت لهم فيديو قبل كده، دول بيساعدوا في ان اي شخص بيتم ابتزازه بيساعدوه. فانت ادخل على قاوم وتواصل معاهم، هم ان شاء الله هيساعدوك في قصه لو حد اخترق تليفونك اتواصل معاهم. في واحد صديق ليا كان حد اخترق تليفونه وهم قدروا يساعدوه بشكل كبير جدا يعني، الحمد لله يعني موضوع عدى. الحاجه الاخيره بقى يا جماعه هي نصيحه مني ليكم. يا جماعه ما تشيلوش على تليفوناتكم صور وفيديوهات مهمه ليكم او صور شخصيه. ما تشيلوش على تليفوناتكم ملفات مهمه لشغلكم. خلي الصور والحاجات والفيديوهات اللي انت عايز تحطها خاصه بيك انت على جهاز ما بيتوصلش بالنت، على جهاز ما بيتوصلش اصلا بالنت. ولما انت تروح توصل تليفونك عليه ما توصلوش وهو تليفونك فيه نت، يعني النت ما يكونش مفتوح في تليفونك. خلينا نفترض ان انا بحط الفيديوهات الشخصيه بتاعتي على الكمبيوتر بتاعي، فالكمبيوتر بتاعي انا باخد الداتا بتاعتي كلها بحطها عليه. لما اجي انقل الداتا من الموبايل للكمبيوتر ما اكونش موصل الموبايل بالنت ولا الكمبيوتر بالنت. الكمبيوتر ده ما بيوصلوش نت خالص، بس الموبايل ما ينفعش يوصل له نت ساعتها، لان لو وصل للموبايل نت اول ما يتوصل بالكمبيوتر هيخترق الكمبيوتر ويشوف ايه اللي عليه. فيا جماعه خليكم عارفين ان الهاكر بيدخل عن طريق النت، الهاكر بيجي عن طريق النت. فانتوا اول ما هتيجي تتصرف في حاجه شخصيه او حاجه مهمه افصلها خالص عن النت، ما تكونش ليها علاقه خالص بالنت. شيل صورك الشخصيه او صور زوجتك او بنتك او بتاع او فيديوهات او ملفات خاصه بشغلك، شيلها في مكان ما يكونش بيتوصل بالنت اصلا. الحاجه الاخيره يا جماعه اللي انا عايز اقولها، في النهارده هارد ديسك بيتباع على ان هو انت تحط الداتا بتاعتك عليه، توصله بالكمبيوتر وتحط الداتا بتاعتك عليه. يا جماعه ما تجيبوش هاردات من مكان ما انتوش عارفين مصداقيته. بكده يا جماعه بقى اتكلمت عن كل تفاصيل الهاكر، وخلي بالكم على نفسكم واعملوا بالنصايح اللي انا قلت عليها في الفيديو كلها، وان شاء الله ما فيش حد يعرف يخترق تليفونكم ولا اي جهاز ليكم لو انتوا عملتوا باللي انا قلت لكم عليه ده. وشكرا ليكم واشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وهتعملوا لايك للفيديو. شكرا ليكم.